السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. جينا فيديو جديد من قناه طيور احمد بدوي، والنهارده ان شاء الله هنتكلم على المسابقه اللي احنا شغالين فيها. طبعا الناس اللي بتسعى المسابقه وتتابعنا لاول مره عاملين مسابقه بنسال سؤال معانا في القناه، وطبعا اللي بيجاوب على السؤال طبعا اكيد عنده معيز، فطبعا بيلقح المعزه بتاعته من الجدي البور الاصلي ببلاش من عندنا. تمام؟ دي الفكره اللي احنا بندعم الناس اللي معانا. طبعا ناس كتير عايزه تلقح من الجدي البور عشان تمسك دم حلو من عندها، بس طبعا مستغليه اللي هو الرقم 500، وناس بتلقح ب 1000 وناس بتلقح ب 1000 ونص. طبعا انا عملت المسابقه دي للناس اللي معانا اللي مشتركه على القناه حبايبنا طبعا ببلاش. حلو الكلام؟ هتجاوب على سؤال بسيط جدا بساله، فطبعا بتكسب تلقيح من الجدي البور ببلاش. تقعد عندي تقريبا من 10 ل 15 يوم. طبعا بتاكل في يوم اقل حاجه ب 30 جنيه، في 10 ب 300 جنيه، وطبعا بتاخد دم او بتاخد التلقيح، يعني بتستفاد بسكه 1000 جنيه او 1000 وكمان في حكايه اللي انت بتجاوب على السؤال اللي انا سالته، وفي نفس الوقت ادينا بنستفاد بعض المعلومات اللي احنا بنتعلمها مع بعضينا في قلب القناه. بس طيب النهارده ان شاء الله المعلومه برضو هناخد معلومات معانا في قلب القناه، احنا برضو مش هنشتغل مسابقه، وهي اصلا الاسئله معلومات بنستفاد بيها، بس في نفس الوقت هنقول اسئله برضو عشان الناس تستفاد من الفيديو، الباقه ما تضيعش على الفاضي. اول حاجه الناس بتسال البروتين بتاعي هيبقى قد ايه للمعيز؟ يعني افضل نسبه بروتين للماعز كام في المية؟ اصلا يعني يعتبر افضل حاجه هضربك معانا هتبقى 18%. تمام؟ افضل علف ممكن تجيبه 18%. حلو الكلام؟ مش هتجيب علف هيبقى انت هتحاول تظبط العلفه بتاعتك تبقى 18%. ودي النصيحه اللي انا بقولها لاي حد، حاول تشتغل اعلاف. الاعلاف هيبقى احسن. في شركه اشتغلت عليه واجتهدت وعملت بحوثات وعرفت نسبه البروتين قد ايه، ونسبه الالياف قد ايه، ونسبه السكريات قد ايه، ونسبه الطاقه قد ايه. ده كله شركه اشتغلت عليه ودكاتره اشتغلت عليه عشان يديك المنتج باعلى جوده. فانت مش هتعرف تعمل الكلام ده. بس انت لو عندك معزتين ثلاثه وعايز تعمل العلفه بتاعتك مفيش اي مشاكل. حلو الكلام؟ بس لو انت عندك قطيع حلو ما شاء الله واشتغلت بالماعز اللي وربنا كرمك وعايز نسبه التحويل بتاعتك تبقى اعلى وما ترميش فلوسك في الارض، يبقى هات نوع علف حلو تقريبا 18% بروتين من شركه معتمده حد مجربها قبليك، وطبعا مكتوب على الشكاره 18% بروتين. يبقى احنا كده هنستفاد ان شاء الله من التغذيه او من العلف اللي احنا بنرميه. هنرمي كميه قليله من العلف وفي نفس الوقت هنلاقي نتيجه عاليه، يبقى انت الكسبان وانت وفرت معاك الفلوس بتاعتك وفي نفس الوقت لقيت انتاج. مش بتسترخص كده، لا انت كده لو العلف ب 20 جنيه الماعز او ب 17 او على حسب ما تجيب من الشركه، انا بجيبه تقريبا ب 19 ونص، الكيلو ب 19 ونص، 18% بروتين. تقريبا برمي كيلو وربع، كيلو الا ربع للحته اللي موجوده عندي، يعني الحته تقريبا برضه بتخش لها في ال 20 جنيه اكل. مثلا لو كلت اي حاجه ثانيه مع اي حاجه بتاكل لها حوالي ب 20 جنيه في اليوم. ده حلو مش وحش. لو بقى حاجه بترضع، حاجه مثلا عايز اسمنها، ممكن ازود لها شويه في العلفه بتاعنا، اخليها تاكل كيلو 100 جرام. ده مثلا يزود معايا الايه التسمين او يزود معايا اللبن. يبقى احنا كده النصيحه معانا في الفيديو ده طبعا قلنا البروتين بتاعنا 18%، والجا لعلف احسن ما اجيب ذره واجيب رده واجيب بشيشه واعمل خلطه ونسبه البروتين تبقى عاليه، ومره تكون واطيه ومره تبقى نخش في متاهه ملهاش لازمه. يبقى النصيحه بتاعتي تجيب علف 18% افضل للماعز. وما تنساش تشترك في القناه عشان تستفاد بكل ما هو جديد وتستفاد بالمسابقه بتاعتنا وتجيب المعزه بتاعتك وتلقحها من عندنا ببلاش عشان تستفاد من الدم الجدي البور الاصلي.
طبعا احنا قلنا الجدي ده طبعا ثمنه تقريبا 50,000 جنيه، عشان نبقى عارفين برضه معانا 50,000 جنيه. فصعب اي واحد يروح يجيب جدي ب 50,000 جنيه. انت ممكن تروح تجيب معزه ب 3 4000 جنيه وتيجي تلقحها من عندي، وان شاء الله ربنا هيرزقك بحاجه شبه كده. واحد يقول لي من اول مره هتيجي شبه كده، هقول لك في طفرات بتيجي زي الجدي بالظبط من اول مره، وطبعا دي بيبقى رزقك، وممكن ما تجيش الا بعد مره واثنين وثلاثه. حلو الكلام. بس احنا هناخد بالاسباب ان شاء الله حضرتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.